سلام سلام البنات، حابين نديرو حلوى جافة سهلة اقتصادية تخرج لكم كمية كبيرة لقهوة العصر ولا فطور الصباح وباينة بلي تقدر بالبنة. 3 حبات بيض ماكمش رايحين تتعبوا معاه كامل، غير في وقفة وانتم موجودين. كروكي اكسبريس ولا كروكي النقاش يجي بزاف بنين يا البنات، يقدر بالبنة. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. نحتاج في المقادير تاعنا البنات 3 حبات تاع بيض اللي يكون بدرجة حرارة الغرفة، رشة تاع ملح ومغرفة صغيرة تكون مملوءة ومعمرة مبشور الليمون وهو بنة الكراكي تاعنا. عود يطيب تشمو غير ريحة القارص في الكراكي اللي بزاف بنين. نزيدو كاس تاع سكر عادي ونضربوا هذا من المقادير. تحبوا بالباتر تحبوا غير مضرب يدوي، الاهم حتى يتجانسون تحصلوا على خليط يكون ابيض. نزيدو كاس تاع زيت، نزيدو نخلطوا هذا من المقادير مليح حتى يتجانسوا، حتى يدخل لنا هذاك الزيت مليح في المقادير البنات. ونزيدو 2 مغارف كبار تاع مايزينا وباكي ونص تاع خميره الحلويات ونلموه بالفرينه. خليو العجينه تاعكم البنات طريه رايحه المتلاصقه، ما تكونش كي لاباط صابلي متماسكه مليح، تكون كي العجينه تاع الكروكي اللي نعرفوها ما تكونش متماسكه بزاف. هذا ما كان. شوفوا البنات المقادير واش اقتصاديه نحسبوهم مع بعض. نحتاجوا البيض، رشة تاع الملح مكاينة في كل دار ما نحسبوهاش، كاس تاع السكر والزيت والمايزينا والخميرة والفرينة. 6 مقادير رايحين تحضروا صح البنات باطا تاع كاطو باطا. نحكم لكم سمعنا البنات، وهذا الكروكي قد ما يزيد يطول قد ما رايح يزيد البنة تاعو. هو يكون اليامات الاولى مقرمش، اما كي يقعد رايح يطرى ويجي يهبل. البنات نزيد ننصحكم في حاجه، ما تخليوش العجينه الثانيه تاعكم طريه بزاف وين تقعد سايحه. كي تقعد سايحه النقاش ماش رايح يحكم لكم في الكراكي. هذا مكان هذا فاش ننصحكم، ما تخليوش العجينه تاعكم سايحه كامل. قيس ما تتلاصق هكذا حاجه خفيفه في يديكم. هذا مكان. واستعينوا بالزيت البنات. انا خرجت لي 4 حرابش ودرتهم كبار الله يبارك، ما قدرش نحطهم في 4 كامل في بلاطو، حطيت واحد اخر وحده في البلاطو، درت لهنا 3 وتشوفوا الله يبارك راكم شفتوا في اول فيديو كيفاش خرجوا الحبات. لهنا بالاصبع هذا الكبير باستعانه الزيت البنات رايحين نحلو بهذه الطريقه في الوسط، ومن بعد نزيدو نسقموهم بالكوبات باش الحربوش تاعنا يجي باهي ومتقون والخدمه تاعو تجي باهيه. وما يديلكمش البنات تشوفوا النقاش تقولوا فيه خدمه ولا ما فيه خدمه، في نص ساعه برك وانتم مخلصينه. حاجه سهله. لهنا تجيبوا النقاش الكبير البنات كما انا عندي هذا اللي فيه زيكزاك، ثم نخلص. خير من تقعدوا ديروا بالنقاش الصغير تقعدوا ديروا 2 مرات خاطرش يجي كبير. هذا مكان البنات. ديروا بهذه الطريقه ولا سواء ديروا النقاش تاعكم في زيت باه ما يلزق لكمش، وهكذا تكملوا الحبات تاعكم كامل. تكملوا هذا من الحرابش. لهنا بعد ما كملتهم البنات في بوشادو من الاحسن ديروا ولا غير بالمغرفه ديروا الكونفيتير في الوسط بهذه الطريقه باش ما يتحرقلناش. هذا الكونفيتير البنات رايحين نغطيوه، تحبوا بالكوكاو ولا كوكاو ايفيلي وانتم واش تحبوا البنات غطيوه باش ما يتحرقلناش. هذا الكونفيتير برك من الداخل غطيوه، حاولوا تغطيوها مليح. هذا مكان البنات. وهاو الكروكي تاعنا واجد، الكروكي اكسبريس الاقتصادي والسهل، وحتى الشكل تاعو باهي ويجي راقي. تقدروا تحطوه ولا تقدموه لضيافكم. تحطوه البنات يطيب على 180 درجه، ويحب يطيب البنات هذا الكروكي باش ما يجيكمش معجن من الداخل. شوفوا الحواشي البنات ولاو ذهبي، زيدوا شعلوا له يطيب من الفوق يدي ثاني لون ذهبي حاجه خفيفه. خرجوه يبرد شوي، ديروا له رشه تاع سكر كلاصي وبصحتكم. واعطيوني رايكم البنات في لي كومونتير. وشوفوا الله يبارك هذم 3 حرابش والحربوش الرابع، يعني كمية الله يبارك البنات. توكلوا وتوكلوا في هذا الكاطو. شوفوا البنات كي قسمت لكم الحبات تجي لون ذهبي من التحت وتجي طايبة. وشفتوا الخفة، يعني الخفة يتبان في الفيديو تاع هذه الحلوى، وزيد التحميرة هذه من الفوق ويجي روعة. وبصحتكم تشربوه مع قهوة وحليب ما يتشبعش يا البنات. وهذا هو الكروكي تاعنا الاكسبريس ولا كروكي المنقوش. في الاخير يجي يذوب في اليد قبل ما يوصل الفم، فضلا وليس امرا. ما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكذا بيوصلكم كل جديد على قناتي. وجامعوا كومنتير للتحفيز، وما تنسيش تبارطاجي صاحبتك اللي تحب الكاطو اللي يجي فيه كميه كبيره وباينه باللي اقتصادي. وما بقى لي غير نقولكم بالسلامه في الفيديو الجاي ان شاء الله.